السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة في أكلة هنية مع ماما وسلمى. هنشوف طريقة تفريز ورق العنب، وانا بفرزه يعني بطريقة بسيطة جدا. طبعا انا هروح اغسله دلوقتي وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. اهو حبايبي انا غسلته بقى ايه، طبعا غسلته كويس جدا من التراب. ما تفتكروش يعني ان هو عشان ان هو مربط كده، لا، هي التربيطه دي انها ايه، ماسكاه، بس ماسكه الورق مع بعضه بس. لكن هو بص الورق مفرط. بصوا بقى انا خليته ايه، بصوا شكله عامل ازاي. غسلته كويس جدا وبعدين انا حاطه ميه بتغلي على النار وهسقطه على طول واطلعه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اهو حبايبي الميه اهي داخله في الغليانه اهي زي ما انتم شايفين كده. انا بقى احط ايه الورق بتاعي بعد ما غسلته زي ما قلت لكم اهو. انا احطها كده واروح مقلباها كده على الناحيه التانية واشيلها على طول، بس مش هخليها، بس كده. وهنقل ايه على غيرها حزمه تانية بقى اهي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. بطلعه اهو، انا بحط على طول ميه جنبي اهي، حطيتها في الطبق ميه من الحنفيه اهي، بس عشان ايه ما ياخدش سوا زياده. تمام، وبقيت الكميه هخلصها على كده اهو حبايبي. بعد بقى ما اتسلق كده وبرد، بص انا بعمل ايه. طبعا العناقيد دي انا فكيت الربطه يعني. وبعمل ايه بقى، انا بقصها كده عشان انا بستخدم العناقيد دي لما باجي يعني احشي المحشي، فبحطها ايه في الحله من تحت اهو. اخد بقى كده ده اهو، المجموعه دي كده مع بعضها. بصوا اهي بتنيها كده. بتنيها ليه كده؟ انا بتنيها عشان الاطراف دي لما بتبقى في الفريزر واي حاجه بتتحرك جنبها بتروح ايه متكسره. فايه بصوا اهي، وبحطها هنا كده جنب اختها. وفي واحده اهي برضو انا كنت عاملاها قبل التصوير اهو، برضو بتنيها كده، بنحافظ على الورقه يعني تكون سليمه اهي. وبكمل وهكمل انا بقى على كده وهوريكم بعد ما اخلص. اهو حبايبي ادي ورق العنب بعد ما حطيته في الاطباق الفل كده. انا كيسته خلاص وحطيت في كل طبق العيدان اللي انا بقول لكم عليها دي. انا مش برميها، انا بحطها في الحله من تحت. وهي دي كانت وصفتنا النهارده، تفريز ورق العنب، عشان هو ده الموسم بتاعه بصراحه. وهي دي كانت طريقتي. وشاهدوا الفيديو وبتمنى تشوفوا الفيديو للاخر، وان عجبكم دعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.